بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، الآن نتكلم ما معنى كلمة 30,000 استغفار. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن نأخذ 30,000 استغفار في اليوم؟ لماذا 30,000 استغفار في اليوم يعني، ونواصل الليل بالنهار في هذا الاستغفار؟ ما الفائدة من هذا الاستغفار؟ لماذا نجهد أنفسنا بهذا الاستغفار؟ نعم، هذا سؤال. آه، آه، بس حبيت اني ابين لبعض الاخوة الذين ينتسبون الى القناة، يعني قناة متابعين جدد، انه في 2015 بعد ان شمرت ابتلاني الله كل الوقت، وعندما اغلق الله كل باب فشمرت بكلي واقبلت على الله. نعم، اقبلت على الله، و يعني اخذت الصلوات الخمس في تكبيرة الاحرام الاولى. سنتكلم عن هذا الموضوع بهذا الدرس. تكبيرة الإحرام الأولى 5 صلوات، ما معنى هذا الكلام؟ وهذا نفس الشيء. طبعا فيه حديث صحيح عن الرسول عليه السلام إنه من صلى 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى لمدة 40 يوم كتبت له براءتان: براءة من الجنة، براءة من النار، وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق. فعندما يعني أقبلت على الله في هذا الموضوع فتح الله علي. نعم، والذين جاهدوا فينا، فأنا جاهدت في الصلاة هذه، وربنا بقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا فتح الله علي باب؟ كما جيء بكم إلى هذه القناة، فأنا جاء يعني بين الله لي قصة 30,000 استغفار لذلك الشاب الذي استغفر الله عند عبد الرحمن اللحياني. أخذت هذه القصة بال 2015 وطبقتها على نفسي. من أي باب أنا طبقت هذا الأمر؟ كان هناك 3 قصص عن الاستغفار. قصة الإمام أحمد مع الخباز الذي واصل الليل بالنهار. القصة طويلة، ممكن تخرج هذه القصة. حتى سألوا الإمام أحمد يعني ماذا وجدت من هذا الاستغفار؟ قال والله ما سألت الله بشيء إلا وطنية. نعم. وهذا الشاب الذي استغفر 30,000 مرة كمان كذلك قال يا شيخ قل للناس أن يستغفر الله 30,000 مرة، والله ما سألت الله بشيء إلا وأعطاني. جميل. هاي هو صار عندي عدد. أنا صار عندي فكرة عن العدد. عند الإمام أحمد ما فيش في مواصلة الليل بالنهار. جميل. لكن في كمان قصة. هذول ال3 قصص ساقهم الله لي كما ساقك الله إلى هنا. لكن بدنا نبين الأمر ما معنى كلمة 30,000 استغفار. فعندما يعني في قصة أخرى لذاك طالب في كلية البترول، لكنه سبحان الله من قلة الحيلة ترك التعليم وتوجه إلى العمل، وسمع درسا الاستغفار، فلزم الاستغفار في الليل والنهار حتى فتح الله عليه. ويقول بال 2015 هذا الكلام إنه ثروته اليوم أكثر من 15 مليون ريال من فضل إنه الله يعني استغفر الله ليل ونهار، واصل الليل بالنهار. عندنا الإمام أحمد ما فيش عنده أرقام. عندنا هذا كلية البترول ما فيش عنده أرقام ولكنه واصل الليل بالنهار، والثاني واصل الليل بالنهار. وعندنا واحد اللي اسمه لكما الشيخ عبد الرحمن اللحياني صاحب القرض، صاحب الورد 30,000، قال ما سألت الله بشيء إلا واستجاب لي. كمان عند الإمام أحمد كمان ما سألت الله بشيء إلا واستجاب لي. فهذا جميل. أنا عندي مشكلة كبيرة أكبر من الفلوس. أنا كنت مديون صحيح، ولكن كان في عندي شيء أكبر من هذا. أنا تكلمت عن هذا ولا أريد أن أطيل بهذا الموضوع. موضوع لا يحله إلا الله. موضوع لا يحله إلا الله. نعم. لا والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنا والله ما كان بينفع واحد يفك لي هالمشكلة غير الله. فجاءت هذه القصة 30,000 استغفار، أخذتها بكلي. أخذتها مع الصلاة مع قيام الليل، أخذتها بكلي. يعني 30,000 استغفار لزمتها. لم أكلم أي مخلوق. ما حدا بيعلم فيني كنت أستغفر 30,000 مرة في اليوم. ما حدا، ما قلت. حتى وصلت لل 2022 تكلمت عن هذا الموضوع. ليش هيك؟ هاي مشيئة الله. هذه مشيئة الله. طب ماذا تأتى من هذا الأمر؟ تأتى من هذا الأمر إن الله أعطاني كل شيء مكتوب
وموجود في كتاب الله في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب شو معنى كلمة 30,000؟ هي إسا بيت القصيد اللي أنا دبيين لك إياته. قلت عندما لزمت الصلاة في وقتها 5 صلوات في 2015 لزمتها، والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. بعد أسبوعين مما بدأت في هذا يعني أخذت على نفسي إني أصلي ال5 صلوات. جاء يعني هكذا كيف إسا أنا عمال أكلمك وأنت بتشمر وبتقول بدي أصلي الصلوات ال5، هيك جاني هذه حديث صحيحة، لكن عن طريق قصة فلان أو علان الصراحة لا أذكر، لكن شمرت بال5 صلوات. لا أعتذر، لا أقبلت على الله خلص. أنا أقبلت على الله بعد ما قصقص الله جناحي، فلم أعد يعني ما حدا بيقدر يساعدني، خلص انتهى الأمر. الله قصدني، الله كان قصدني يعني في 2015 وقف شمر تعال إلينا. كما أغلق الله عليك كل باب وترك لك باب واحد. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر كل الذنوب. نعم، فهنا إن شاء الله سبحان الله عندما شمرت بالصلاة وبدأت في الصلاة 5 صلوات بتكبيرة الإحرام الأولى، وبدأ المشوار جميل ما شاء الله. أسبوعين كنت مستمر في هذا الحال، وكنت مسافر سبحان الله والله الذي لا إله إلا هو. كنت في جنين في الضفة، ومبارح كنت في جنين. شوف نفس الحدث، أنا عمال أطبق ال5 صلوات في المسجد في تكبيرة الإحرام الأولى. الآن أنا يعني لي تقريبا أسبوع عمال أطبق، لكن في الماضي في 2015 عندما بدأت أطبق على ما أظن لأنه مضى الزمن، أظن أن بعد 15 يوم من بداية مشوار ال5 صلوات في المسجد كنت في منطقة جنين، وأنا راجع من منطقة جنين، وكان الوقت يعني صلاة المغرب، فمسكتني أزمة سير أذن المغرب. وأنا يعني الإخوة تكلمت عن هذا، إخوتي اللي في البلد يعني بيعرفوا منطقة هوشي، في نزول هوشي. نعم، هاي منطقة يعني تبعد عنا 8 كيلومتر عن أقرب مسجد، ولكن 8 كيلومتر هاي مع أزمة سير يعني مد البصر، هاي صارت يعني في يوم عادي بدها يعني يوم عادي مع إشارة ضوئية وسير العادي بدها تقريبا 11 دقيقة، لأنه أقرب مسجد كان عليه مسجد معاذ بن جبل. نعم، إنه هنا في منطقة الجبل. فسبحان الله، عشان الإخوة القريبين مني بيعرفوا أنا عن إيش بتكلم. أنا قست هذه المسافة يعني كانت في الوقت يوم عادي أكثر من 11 دقيقة أظن. نعم. طيب، ما أنا كنت قد واصلت الليل بالنهار إني أصلي 5 صلوات في المسجد ومشمر وأركض، لكن عندما مسكني هاي أزمة السير في 2015 عندما مسكتني أزمة السير، هيك تعصرت ألما صراحة، إنه يعني قد أفقد هذا الشيء وخلص تنكسر. أي شيء مثلا مرات لما بتصلي الفجر وأنت مواظب 5 سنين 6 سنين بتنكسر أول مرة، وكأنه المرة الثانية بتيجي أهون فبتكسرها وبتنكسر هكذا، هيك إحنا. المهم تعصرت ألم إنه كيف إنه ممكن تفوتني هاي الصلاة، ممكن إني ما أوفيش 40 يوم أو خلص أستمر. لكن سبحان الله عندما وصلت إلى المسجد يعني خلص الأذان وأنا واقف في أزمة السير، بعد أمامي تقريبا يعني 8 كيلومتر، يعني مسافة خيالية. وأنت بتعرف المغرب يعني كم من الوقت، 5 دقائق يعني بين المغرب بين الأذان والإقامة 5-6 دقائق. المهم قلت على الأقل ما فيها أصلي في المسجد، أكيد يمكن أصل التسليم الأخرى. المهم، لكن ما أنا شو في حال في اسمه أنا مصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مصدق من صلى 40 يوم في تكبيرة الإحرام الأولى 5 صلوات فيكتب له براءة من النفاق وبراءة من النار. فأنا مصدق وأنا مقبل بدي أشمر، مصدق، مش مصدق
30,000 أنا مصدق إني أواصل الليل، أنا مصدق. هذا هو بيت القصيد. شوف شو بيعطي ربنا على قبال هذا الشيء، شوف شو بيعطي ربنا على قبال مصدق. في امتحان للتصديق. أنا ظليت ماشي يعني ما رجعت على البيت، أنا رجيت على المسجد يعني أقول لك صراحة يعني وكأنه خلصت الصلاة خرجوا المصلين من كم يعني إذا بدي 13 دقيقة خلص خلصت الصلاة أكيد يعني، أو 14 دقيقة أكيد، أكثر من 15 دقيقة. المهم وصلت المسجد وأنا نقصني وضوء، فتوضأت ثم خرجت، طلعت على الطابق يعني على المسجد، وإذا هم بعدهم لم يقيموا الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو، يعني أنا سبحان الله يعني الله أكبر، لم يقيموا الصلاة. فوقفت وصليت في تكبيرة الإحرام الأولى كمان مرة، صليت تحية مسجد، توضأت صليت تحية مسجد ووقفت. يعني هاي من كرامات الله علي والحمد لله رب العالمين. ليش؟ لأني أنا مصدق وجاهدت نفسي. طيب امبارح كنت في منطقة جنين كمان مرة. لما طلعت من جنين عمال أقيس المسافة. أنا طبعا أول إشي لما طلعت من الحاجز صليت في صندلة، منطقة قريبة جدا جدا. صليت المغرب هناك. أنا ما بديش أجمع، أنا ما بدي أجمع، لأني بدي أصلي الخمس صلوات تكبيرة الإحرام الأولى. فقست المسافات في منطقة عنا بدي أسمي الزرازير أو الناصري، لكني لا ما بعرفش وين المساجد. يعني سبحان الله، بين المغرب والعشاء ساعة لما بعد ما تخلص الصلاة وخلصت معي ساعة. طب كان أعطاني الجي بي اس مسافة بين وين أنا موجود للمسجد ساعة. يعني ما فيش مجال إني أغلط، ولكن ما بعرفش الناصري يعني 80,000 نسمة. يعني الناصري كبيرة 80، ما بعرفش قديش يعني كبيرة الناصري، وين في مسجد كيف بدي أفوت لهذا المسجد، كيف بدي ألحق. فسبحان الله يعني قلت ما شو بدي أساوي يعني، خلص أنا نويت. الجي بي اس خرب، بطل يعطي إشارة، فيش إشارة للجي بي اس، والله الذي لا إله إلا هو. يعني كان أعطاني المسافة والمسافة الثانية وخرب. ليش؟ بعرفش، راحت. يا الله أنا مستعجل، يعني بدي أوصل للمسجد عشان تعرف شو معنى كلمة التصديق. أنا المسافة بعيدة والمسجد في الناصري مش عارف وين هو، مش عارف شيلي وين هو يعني، ولا مرة صليت في مسجد في الناصري. المهم على باب الله، ما فيش معي وقت، فيش توقيت معي للجي بي اس، ما فيش الجي بي اس يعني خلص ضاع الكلام كلياته، لكني أنا متوجه. ف المهم ظليتني والله مستمر، وفتت على حارات يعني حارات زنقة كيبو، ما عرفت حالي وين طبيت، يعني وين وصلت ما عرفتش حالي. المهم ولا هو بيأذن، وصلت صليت تحية مسجد، لا صليت الفرض يعني بتكبيرة الإحرام الأولى. لكني أنا فهمت شو معنى التصديق، فهمت معنى شو معنى انك انت بدك كيف ربنا بيعطيك. اذا انت عن جد انت جدي، انت عن جد مصدق، انت عن جد بال30,000 اعطاني الله كل شيء، صدقت كل 30,000 استغفار، كل شيء اعطاني الله كل شيء. هل انت في اخوة بكتبوا بالتعليق شو كل شيء؟ قضى الله عني الدين، والقصة الكبيرة اللي حكيت عنها اعطاني اياها كلياتها. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ارسل الله السماء علينا مدرارا، والحمد لله بالصيف بال 2015 وال 2022 ارسل الله السماء علينا مدرارا. نعم، هاي قسطين على المساجد لما وانا اركض في ال 2015 تشبه ال 2022 اللي هي امبارح، ومن نفس البلد، مروح من نفس البلد انا سبحان الله. و من جنين كنت مروح من نفس البلد، يعني في 2015 نفس البلد، وبال 2022 نفس البلد، لكن ما صليتش بنفس البلد. صليت 2015 عندنا في البلد عندنا، وبال 2022 في الناصري. المهم ما علينا، صليت والحمد لله خلصت، وانا مستمر ان شاء الله باذن الله تعالى خمس صلوات في تكبيرة الاحرام الاولى. انا قلت لكم انا بشتغل مستقل، فمش كل واحد بده يساوي ويقول لي ما بقدرش انا بشتغل. بلاش، ما تشتغلش، ما تعملش اللي انا بعمله، يعني ما تكتب كومنت اني انا مش قادر،
هذا انت بين بينك ممكن مصدق. اركض اذا كانوا في عندك صلاتين بتقدر، يعني مثلا المغرب والعشاء بتقدر اركض على المسجد، نام. تقدر للفجر اركض على الفجر اركض، نعم شمر. في مثلا الظهر والعصر انت في الشغل تقدرش، الله بيعلم، فلكنك انت مصدق بتعمل، يعني بتركض بتجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاحنا هون الحمد لله رب 30,000 استغفار عندما اخذتهم في 2015 صدقت، ما قلت لحدا، ولا جاء واحد يقول لي اوراد مخترعه واوراد تحديد اوراد. الحمد لله لما كان في حدا منهن هذول اللي بيقولوا بيتحدد اوراد. سيدنا ابو هريره كان يقول كنت استغفر الله في اليوم 12,000 مره على قدر عتقي او على قدر ذنوبي. شوقاوي. وكان ابن تيمية سبحان الله كان يقول عندما يعني تشكل عليه مسألة فكان يعني يجلس يستغفر 1000 مرة حتى يفتح الله عليه. ليش حدد 1000؟ وليش سيدنا أبو هريرة حدد 1000 12,000؟ وليش إحنا يعني بتعيبوا علينا هذا الإشي يجوز ولا يجوز؟ المعنى هو الإكثار، لكنه لما بتنزل عن 30,000 يا أخي بتصير أنت تتساهل. كيف قلت لك لو أني كسرت صلاة واحدة من تكبيرة الإحرام الأولى كان ذهبت كلياتها. وأنت عندما بتصدق وبتأخذ الأمر وبتقعدش تبحث كيف أنا مش قادر، أنا في عندي أشغال. مين اللي قال لك يا أخي إذا عندك أشغال تترك أشغالك؟ مين؟ توب إلى الله من ذنوبك، مشكلتك ذنوبك. أول إشي هذا هو بيت القصيد، هو ذنوبك. ماذا يقول المولى عز وجل عن الذنوب؟ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم، حديث صحيح. احنا مش ملائكة يا جماعة، لكنك انت مصر، لانك انت نهاك الله عن اشياء كبيرة جدا. بقول لك ربنا بيعطيك جاء بك الى هنا يا اخي، لم يأتي بكثير من الناس لا يعلموا بهذه القناة. هذه القناة لناس أنا شخصيا فضل من الله عشت هذه الآيات وتكلم عن نفسي. لا أتي لك من كتب، يعني كتب قصص من فلان وفلان وفلان، لا، هاي قصتي أنا أحكيها 1,000,000 مرة وأؤلف عليها 1,000,000 كتاب، والحمد لله فضل من الله، وكل الفضل لله. ابتلاني الله، شمرت، أعطاني الله. عندما صدقت أعطاني الله كل شيء. عندما صدقت، هل أنت مصدق ولا أنت متردد؟ أنت مشكلتك في التردد. نعم، هناك جئت لكم بعدة قصص لإخوي ونزلت لكم على التعليقات على الفيسبوك، وبتقدر تقرأ أنت التعليقات في القناة. يعني في ناس كثير الله أعطاهم فتح عليهم وحلحل أمورهم الحمد لله رب العالمين. وفي ناس لا، يعني واحد بيكتب لي يعني أنا بستغفر أصلي لا أدري كم قال لي الصراحة، وقد أمطرت السماء 3 مرات. شو يعني أمطرت 3 مرات؟ طيب استبشر خير يا أخي. يا أخي بدك تظلك تستغفر حتى تلقى الله. أنا منعت من الاستغفار لأني أسأت الأدب إلى الله في 2015 وتكلمت عن هذا عندما نسبت فضل هذا العمل كله لنفسي. عندما الشباب كنت أعطي دروس في المسجد كما أعطي هذه، وقالوا يا شباب يعني أبو أحمد من أين لك هذا؟ قلت لهم اجتهاد نفسي، اجتهاد شخص، اجتهدت فأجئت بهذه الدروس ألقيها على مسامعكم، فأطفأ الله الأنوار كلياتها. بقيت هكذا، يعني أنا أصلي طبعا الصلاة كل شيء تمام، أما في مثلا هذه الاجتهادات ذهبت مني كلياتها من 2015 حتى 28/9/2019. ساق الله لي سورة البقرة وأخذتها 4 مرات. أنا أخذتها وأنا استنتجت وعدت إليها الآن في 5 مرات. نعم فيها أشياء لكن سأبينها لاحقا. أنت مش مجبورة تساوي شو الذي أنا أعمله. نعم، لكن بيت القصيد انك تصدق انك انت مذنب، صدق انك انت مجرم، صدق انك انت محروم من ارزاقك بسبب ذنوبك، بسبب تفلتك، بسبب استعلائك، بسبب استكبارك. يا اما انك متكبر كما قال ابليس انا خير منه فتنظر الى الناس بازدراء، او انك انت سبحان الله انسان
تظن انك انت افلح من الناس، وكأنك خلقت نفسك وانت اجمل من الناس يا اختي، وكأنك خلقت نفسك وانت فتستعلين على هذا وتقولين انما اوتيته على علم. نعم اخوات، يستغفر بالليل والنهار، والبروفايل تبعهن صور لا تليق بمسلم يرجو رحمة الله. لا لا، اعتذر من الطلاء، اعتذر من التكشيف، اعتذر من الاشياء اللي يعني لا يرضاها الله، ثم تسأل يا اخي انت مذنب، انت مجرم، انا مجرم، احنا مجرمين بحق انفسنا، احنا نسيء الادب بالليل والنهار للمولى عز وجل. نعم، لا نراقب الله لا في صغيرة ولا في كبيرة ولا في مسلم ولا في غير مسلم ولا في حيوان ولا في حشرة ولا في شيء، لا نراقب الله بشيء، وكأننا آلهة، يعني نريد ان الناس تعبدنا و يعني نعيب ما يفعله للحكام، وبدنا ان نكون اقطع احنا من الحكام، يعني اكبر من الحكام، وكأنها الناس تعاملنا كأننا آلهة. بدك تتوب الى الله، بدك تعرف انك انت عبد مذنب ليل نهار، فظلك استغفر حينما تصدق ان خلف هذا الباب وخلف هذا الاستغفار وعود الله. نعم وعود الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هاي آية قرآنية، بتصدق ولا بدكاش تصدق؟ ولا أنت أما تعبد الله على حرف؟ ترى 5 أشهر 3 أشهر 6 أشهر وأنا أستغفر، وبدأت لكن الفتوحات الحمد لله، وكنت مصدق والله ما نزل الورد عن 30,000 في 6 أشهر. 30,000 كان يصل ل 31,000، كنت أزيد عن الشخص الذي قال 30,000، وأتبعتم ب 1500 صلاة على الرسول عليه السلام. كيف؟ مش بالضرورة تكون يعني زيي كما أنا، لكن صدق إنك أنت عليك جهد، مش والله استغفرنا ورحنا شربنا قهوة وقعدنا. لا، جاهدوا. لا يا أخي جاهدوا. أنت إنسان مقصر، أنت إنسان تعبان، أنت إنسان مفلس معكاش، مفلس عند الله ومفلس في الدنيا. أنت مفلس بالحسنات، ما خليت حدا اللي تكلمت عليه واغتبته، قالوا يا رسول الله إنها الصوامة قوامة لكنها تؤذينا في لساننا، وأنت كذلك مفلس في الدنيا إسا، لكن ما فلوس كمان ما فيش معك فلوس خالصة. طب شو بدك إسا كمان مستكثر حالك تستغفر على هاي الجرائم اللي عملتها؟ فتح الله لك وما خليت ولا بقيت. فتت على القروض الربوية، فتت على الغيبة والنميمة، فتت على الزنا، فتت على الأفلام الساقطة، فتت على كرة القدم، دخلت على كل هذه الأمور، على الأخبار ليل نهار، على الميسر، على الإقمار، على رحل سيارات، بدلت سيارات. نعم، تنصت ونقلت أخبار كاذبة وما خفت الله بشيء. ثم بتأتي بتقول يعني أنا جاء الله بك ليبين لك الطريق، ما انت تاهي مش عارف شو تاخذ. اول اشي استغفر الله. بتعرف شو معنى كلمة استغفر الله؟ اقر بالذنب يا اخي. يا اخي انت بدك حلاوة قبل ما تقر بالذنب. عمالين نوزع هدايا، بدك هدية قبل ما تعترف انك انت مذنب. الله بده يعطيك يعني اشي، بيعطيك اشي قبل ما تقر بذنبك. هل يعقل ان الله يعطيك شيء وانت بعدك؟ هل بدي اشوف المغرب يعني، لأن احنا الحمد لله رب العالمين مستمرين، لازم أصل المسجد قبل تكبيرة الإحرام الأولى يعني إن شاء الله. فلازم إنك أنت تعترف يا أخي، اعترف وقول والله لو بقيت 500 سنة أستغفر مش راح أكفي. نعم. ويقول مولى عز وجل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. أنت كل شيء ممنوع، سببه ذنب، بتتوب، بتطول. الذنب بينك وبين الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب التي بينك وبين الله، قصرت بالصلاة، اخرت الصلاة، ما دفعتش الزكاة، عملت ما بتقراش قرآن، بتكذب، هاي بينك وبين الله. لكن انك انت طعنت فيه وغدرت فيه واكلت مالي واخذت مني فلوس وما رجعتش هاي الفلوس وطعنت فيه وشهدت زور بحقي، هذا تدفع ثمنها أكثر من استغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. تقول ليش يا عمي أنا في عندي كذا وكذا؟ يا الرسول عليه الصلاة والسلام شو بقول لك؟ أصدق من الدنيا كلياتها بعد الله جل في علا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. من لزم الاستغفار
جعل الله لهم من كل ضيق مخرج. مش انت متضايق وعليك دفع وعليك مصاري وعليك فلوس، لكن توب، لكن تراجع، لكن اقر بالذنب هذا، اسجد، اطل سجودك كله يا رب. والله 30,000 على الجرائم اللي بتصير مش كثير انك تستغفر. فانا استغفر 30,000 يا جماعة. انا ما بقول لكم 15,000 لا، ولا بدي اعمل لي اياها في تحديد اوراد، فبرجاء ما يعلقش هنا بالرجاء، لانه سيدنا ابو هريره كان يستغفر 12,000 مره، وهذا كمان تحديد اوراد. احنا ما بنقولش 30 صفر صفر واذا غلطت بواحد راحت عليك، لا، في سقف. انا قلت بين المغرب والعشاء اذا بدي استغفر في صيغه استغفر الله استغفر الله استغفر الله بيطلع معي 8000، بين الفجر والشروق كمان بيطلع معي 8000. طيب كل يوم بيطلع معي 8000 8000، ايش اقول لك؟ مش لازم اقول لك انه 8000. وهكذا عندي كل يوم انا استغفر، صار لي يعني لاني بقرا سوره البقره 5 مرات في اليوم، عمال يطلع الاستغفار تبعي بالوقت اللي باقي 13,500 استغفار. شو اقول لك؟ لو انه الله فتح علي استفتح غير شكل، مش تقول لك انا 5 مرات سوره البقره و13,500 استغفار، ولا اقول لك 3000 ولا تحديد. بكفي عاد، بكفي عاد. بلغ عني ولو آية، انك انت تعيش هذه الآية حتى تقطف ثمارها وتأتي للناس وتبينها، مش نسخ لاصق. كل الناس بتعرف كل الأحاديث، كل الناس مش عارفة، خلاص خلصني يا أخي. يا جماعة بين الاستغفار بالاستغفار تخلصوا. بالاستغفار الله بيسوقك، لا إذا لازم تقرأ سورة البقرة الله بيسوقك. نعم، حلل لي الله مشكلتي بالاستغفار. نعم، جاء براقي ورقى وأبطل كل الأسحار بسبب أنا استغفرت. ما كنتش أقرأ سورة البقرة يا جماعة. سورة البقرة أخذتها، الاستغفار أخذته بال2015، وبين الاستغفار وسورة البقرة عندي يعني ب 28/9/2019، يعني في 4 سنين في بيناتهن. عشان مش هيك انتوا بدكم تاخذوا كل الدين مرة واحدة بيوم واحد. الذنوب جرائم حرب. توب، الله بيفتح عليك. قد صدق ان الله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ظلك استغفر، الا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا تلتفت لاحد يا اخي. والله المصحف بعيد عني شوي، بديش اترك التالي هاي. والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، لزمت الاستغفار 30,000 مرة في 2015 وبال2022 كمان. التدريج الرباني في المال. احنا لا نعبد الله عشان المال. والله انا افرح عندما لو ان الدنيا احنا بالصيف، احنا بدأت انا هاي الحملة في شهر 6. انا بدأت هاي الحملة باني استغفر بشهر 6 بعد رمضان، بعد الانتهاكات التي كانت على المسجد الاقصى. نعم، قلت احنا نعذب بذنوبنا. والله لو ذهبوا هذول اليهود لكان اتى الله بكلاب تنهش في اجسادنا احنا، لان احنا نتفلت، فالله يعذبنا بحجر، يعذبنا بنملة، يعذبنا بشياطين. ما تظن انت المشكلة فيك انت. والله المشكلة ما في بأمريكا مشكلة، ولا احنا المشكلة. والله ما في مشكلة عند الحكام، احنا المشكلة. الله مسلطين على رقابنا لان احنا مجرمين. لو انك انت لحالك تبت، انت لحالك والدنيا كلها مش تابي، سوف يأخذ الله بك الى كهف رحمته، والناس تتخبط في جهنم وانت ما شاء الله مبسوط. تحط هاي حلقة بذانك، لو كل الدنيا كلها تتخبط انت ستكون مبسوط. اول شيء عندما تشرع وتقبل على الله بالاستغفار شوي شوي، ممكن انه الله ما يسد لك دينك بيوم، مش بيوم ويومين وشهر وشهرين ولكن يربط على قلبك. ما فيش ضغط. يجعل لك من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجت. يعني انه بيسد لك دينك، يعني انه بيدبر لك امورك. فالله انت فت على الطريق الصحيح، انت بالطريق الصحيح. كم استغفرت حتى تموت، وحتى لو قضى الله دينك، وحتى الله لو اتى لك بكل خير، اياك ان تترك الاستغفار. انت تخطب بالليل والنهار، انت تتنفس، هذا حق له ثمن. استغفر الله انك بتتنفس. عينيك دائما فالتي، تفكيرك، عقلك، قلبك بعيد عن الله. استغفر الله. اقر. تعرف شو معنى كلمة استغفر الله؟ انت ربي وانا عبدك، انت ربي وانا عبدك. هي استغفر الله. انت يا ربي، انت ربي وانا عبدك. انا عبد مش اله، مش انا خير منه. انا مش انما اوتيت على علم، ليس لي فضل، كل الامر لك يا الله. انا ليس شيء، انا لست بشيء.
أنت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. نحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. هذا معنى استغفر الله. استغفر الله إنك أنت ولا شيء، مذنب. تخيل ابنك بتأسف لك هيك صغير وبتأسف لك هكذا أنت وأقل من هيك، لكن اصبر، لكنك انت بالطريق الصحيح، والله بالطريق الصحيح. اذا ماسك هالمسبح وعمال تستغفر استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نعم بتيجي ساعات عليك انك انت بتستغفر وبتستحضر انك انت اذنبت مع الله، مش الذنب، استحضر عظمة الله، استحضر انك انت عن جد كنت متفلت والله واقف، قد لو امسكك لادخلك على جهنم. والله لو امسكك الله في ذاك الوقت، يعني اليوم لو يمسكك كان أدخلك على جهنم. بعدني أنا هنا سبحان الله غيرت مسبحتين، لكني بعدني 4 مرات قرأت سورة البقرة الحمد لله رب العالمين. كيف بدك أنت الله ينهي هذا البلاء اللي أنت فيه وأنت لازلت غير مصدق؟ أنا صدقت، ما فيش في محل تروح عليه ان ترك باب مفتوح تروح له. والله لو ان ترك لك الله باب لرحت له لسألت غير الله، لكن اغلق الله على كل باب. فاجمل بالطلب، اجمل بالطلب وخلي قلبك مع الله. نعم في اخوة كثير الله حل عليهم امور، وانا بنزل اقرأوا التعليقات، وفي هنا ناس جداد وفي بلاوي. نعم لا الشيطان والاسحار وكلياته هذا عقاب على ذنوبك. فخلاصة الكلام عن الصلاة، الحمد لله رب العالمين أتم الله بال 2015 إني 5 صلوات ركزتهن، وكنت في ضائقة فجاهدت فأعطاني الله بالصلاة إني أصليها الصلاة 5 كما قلت لكم. يعني امبارح كنت أركض بدي أصل للمسجد. نعم عندما تصدق وتشمر وتقبل على الله ستصل، لكن متى؟ الأمر بيد الله. لشو أنا معي شيء؟ يعني أنا قلت لك إني أنا استغفرت 30,000 مرة 6 أشهر. هاي القناة عمرها يمكن 4 أشهر، فما تقوليش انك صار لك تستغفر اكثر من هيك. ولكن الله سوف يحلحل. انت يمكن كان مجرم، دير بالك من الظلم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل تدخل الهي للظالم، انه الله يضله ما يهدي لطريق. وان شمرت يا اخي وانت مذنب ستستغفر مرة، يعني اسبوع وتترك. يعني انت انسان تعبد الله على حرف، مش مصدق، عندك مشكلة حتى يستقر قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. شفت هاي كمان السورة، هاي الآية بسورة هود كمان فيها مطر. المطر دلائل بشائر يا إخوي يا علماء يا مشايخ. الاستغفار يأتي بالمطر، يأتي بالمال، يحلحل الأمور. الاستغفار فيه آيات حسية، تعلم إنك من خلال الاستغفار تنتقل من علم اليقين أن كل ما في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي حق، تنتقل من هذا العلم إلى عين، ترى السحاب، ترى المطر، ترى الأموال كيف الله بيفتح عليك، ترى الأمور تتحرك. نعم في سورة البقرة عندما تحيا سورة البقرة تعيشها بلياليها وأيامها ولياليها، مش من باب الحفظ، من باب إنك عمال تعيش تبلغ عني ولو آية، فتعيشها بالليل والنهار، تقرأها 3 4 5 مرات في اليوم، وسوف ترى العجائب منها. نعم مش باليوم، ولكن سوف تبدأ تشعر، سوف تبدأ تشعر بالعراك، وتبدأ بعدين. قلنا في 4 أقفال على سورة البقرة. ولا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. والحمد لله رب العالمين. بديش أطول كثير، بس أقول لك إني أنا صدقت هذا العمل، صدقت. مش بلاش تفوت على الأوراد. أنا استغفرت 30,000 مرة، تقدرش بلاش الزم كما كان الأخ الثاني هذا اللي قال إنه لزمت الليل والنهار، والخباز الذي مع الإمام أحمد لازم الليل والنهار. لكن اجعل لنفسك سقف يا أخي، لأنه بعرف إنه الذين تنازلوا عن 30,000 بدأوا ينزلوا ل 20,000، بعدين نزلوا ل 12,000، بعدين صار 3,000، بعدين صار أتركت. فهمت شو المشكلة؟ مشكلة في ناس مرات بتقوم صلاة الفجر، يعني بتصليها 20 سنة صلاة الفجر، كل الصلوات بيصلوها في البيت إلا صلاة الفجر عشان ما ينكتبش من المنافقين، هيك بده. نعم لأنها أثقل صلاة على المنافق. ولكن سبحان الله
سبحان الله. هون بيت القصيد انه عندما يكسرها مرة واحدة تلاقيه تركها وانت تكسرش. حافظ لنفسك، في جهد، بدك تتعب، مش يعني اهون اشي علي انا خلصت والله اليوم كل اليوم وانا استغفر. انا وعد بالله من كلمة انا كنت استغفر 30,000 مرة، لا وانا اليوم استغفرت القد. شو رايك 1470 بكفوا؟ يلا ما انا كنت استغفر كل اليوم. معقول انا يعني اطمن نفسي؟ واحد كان يستغفر في اليوم 30,000 ينزل لل 1400؟ معقولة؟ شمر يا اخي، طعميش حالك، بعدين دير بالك انت من الاصرار على المعصية. الاخوات مصرات على الجمال عند الله. لا يأتي العريس العريس لا يأتي بالجمال، العريس الله اللي بسوقه. لا والله كل شيء بيد الله. اقبلوا على الله. ما حدا بده متبرجة اكثر من اللازم وكانها صانعة حالة تصنع. لا، اللي بده يتزوج واحد بده يزوجها ام لاولاده، فبدها تكون يعني هيك فيها عندها هيبة. نعم، فمش متفلتة للكلام الفارغ. بده اياها متفلتة، لكن ام لاولاده لاطفاله بدها اياها ذات هيبة. هيك لها هيبة المرأة. نعم، مش هيك يعني كلياته شعر هيك هذا كلام. هذا نصيحة لوجه الله، والله بس نصائح لوجه الله. امركم عند الله، امركم مش بديكم، مش بشطرتكم، مش بالمنكيور والبديكيور وكل هاي الامور. لا تنغمسوا في وحول الشهوات، لا تنغمسوا في وحول الشهوات. يقول مولى عز وجل: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله رأيتها برؤيا، يعني قمت من النوم وأنا أرددها. وسأتكلم عن 5 مرات سورة البقرة. ما حدا يلحقني ويسألني شو فيها سورة البقرة 5 مرات. سورة الطه أنا تكلمت عنها. أنا باخذ ورد لنفسي، يعني ما بينفع، أنا لا أسن سنن، ما فيش فيها أحاديث صحيحة للرسول عليه السلام أو كذا. خلص أنا أخذتها هيك من باب شيء، فما بينفع أفتي لك فيها. هذا إشي شيء بيني وبين الله، ما بينفع. يمكن ما تزبطش معك انت، ملهاش علاقة فيك، ممكن ما فيش. اتبع انت دائما، خذ احاديث صحيحة للرسول عليه السلام وطبقها في ليلة ونهار. اتركت من سورة طه واتركك، يعني اقراها من باب جميل ما شاء الله، لكن قد تخصني لا تخصك. سورة البقرة فيها خير عظيم، وفيها أحاديث صحيحة، ملان حديث صحيحة، وفيها خير عظيم جدا جدا. تكفيك والله مع الاستغفار، تكفي الأمة أن تنهض كل الأمة. أنت سورة البقرة مع الاستغفار يكفيك أن تنهض وتصير أنت إنسان ما شاء الله تبارك الله، تحفظك من الزلات ومن الزلل. والاستغفار يأخذ بك إلى مرضاة الله، وأنت على 1000 مليون خير. ولكن نسأل الله الثبات، دائما نسأل الله يا رب يا رب يا رب يا رب. نعم، بالشطارة، في الشطارة تذكر كلمة في الشاطر، وتذكر أنك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكنك أنت بتقول أنا، وهي أنا معناها الشرك، معناها انت لا تنسب الفضل لله، تنسب الفضل لنفسك. لكن انت ما قلت من باب انك انت انا بدك تعرف انه انا ابو احمد، لا، انت قلت انا خير منه. نعم، كما قال ابليس: وانما اوتيته على علم. هذا كله دمار بدمار بدمار. نعم، ان احدكم لا يعمل يعني خلينا على الحديث هذا، انها صوامه قوامه. ولا هل انت صوام قوام؟ لكنها تؤذينا بلسانها. انت غيبه ونميمه وغيبه ونميمه وكلام بذيء، وان وصلتك رساله اساءه لشخص معين راسا مباشره انت بتوصل الكلام هذا، بدك تدفع ثمنه، بدك تشتغل ببلاش، بدك تشتغل مكانك. نعم، وتتخبط وتوب الى الله. اقلع. جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك تجاهد، والله ان الله مع المحسنين، ان الله مع المحسنين. لئن اتاني عبدي مشيا اتيته هرولا، ولئن اتاني يعني ولا يزال عبدي يتقرب الي حتى صرت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، ولئن سالني لاعطينه. بدك انت مشتكي يا ربي مشاكل كثيره، تقرب الى الله بالنوافل، بقراءة القرآن، بالصلاة، بقيام الليل، بالصيام الاثنين والخميس، بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الناس، كف الثم، الكلام البذيء، كل الغيبة والنميمة وكل هاي الأمور، وأقبل على الله إن شاء الله. عرفت شو معنى كلمة 30,000 استغفار؟ معناها إنك أنت مصدق إن المولى عز وجل يعطي
انك انت ملح يا رب يا رب استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم هذه معناها الاستغفار 30,000، انك انت مصدق ان الله يعطي وان الله قد اعطى من قبلك. فهنا ننهي ان شاء الله، والزموا الاستغفار بالليل والنهار حتى يفتح الله عليكم. المفتاح مع الله، والاستغفار هو مفتاح لخزائن الله. واكتبوا تعليقاتكم واسئلتكم ان شاء الله بجيب على الكل مرة واحدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.